حد خد باله إن الشنب هنا وهنا أتقل من الحتة دي؟ هنا وهنا أتقل شبه التتار، إنما دي خفيفة. يلا ربك ما بيديش كل حاجة، بس الحمد لله على كل حال. أخبارك إيه؟ عامل إيه؟ آخ. كنا وقفنا في المرة اللي فاتت عند إيه؟ لما أنا كنت بشتغل في محل التيك أواي. محل التيك أواي ده أنا قعدت فيه سنة ونص، السنة ونص دول عدوا يعني في صمت رهيب. الراجل صاحب المحل تقريبا ما بيجيش. أنا اللي شغال في المحل، محل دورين، وشغله ضعيف جدًا، 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 وأنا باطلع أنام فوق عامل سرير كده جنب البضاعة وفيه الحمام موجود والدنيا تمام، وكل يوم شبه اللي قبله، وفجأة لقيت لك واحد جاي داخل عليَّ كده بيلم الحاجة وبيرميها برّه، 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 في إيه يا عم في إيه، في إيه، في إيه؟ طلع صاحب المكان والراجل ده ما بيدفعلوش إيجار من زمان وعمّال بيشتغلوا بقى. يا نهار أسود! النومة راحت. فضلت كتير أوي خلّي بالك أعاني عشان أنام. والله يعني فضلت مثلًا أقول من وأنا عندي 17 سنة لغاية 26 سنة، مش مآمن على النومة بتاعتي، كل يوم بافكّر هانام فين، تخيّل! إحساس صعب أوي، ده بدل ما تفكّر في مستقبلك أنت عمّال بتفكّر كل يوم هتنام فين. ما علينا، المهم المحل اتقفل وهاروح فين بقى، لقيت نفسي باروح على الجنينة برضه، على طول من غير ما أفكّر، وكأن الجنينة دي هي الملاذ الآمن يعني. رُحت على الجنينة فلقيت ولدين صغيّرين بيبيعوا مناديل. أنا عارف الولدين دول، كانوا قدّام الموقف على طول بيلعبوا كده وبييجوا يبيعوا للزباين كده ويترازلوا عليهم كده يقول له: "عمو أقول لك نكتة؟" "بس يا حبيبي." "طب هات جنيه." وكده بقى طول الوقت، ورخامة وحدف بالطوب بس والله من جواهم عيال لذيذة، نِفْسها برضه تلعب ونِفْسها يبقى عندها طموح وكذا، وكذا، بس المشكلة للأسف إن في حد ابن 60 كلب مسيطر عليهم وبيتاجر بيهم. المهم لقيت الولدين في واد منهم بيعيّط علشان معاه علبتين مناديل ما باعهمش لسه ومش عارف يروّح خوفًا من أبوه يضربه، وأخوه التاني بيغيظه إن هو باع المناديل وأبوه مش هيكلمه وهيسيبه ويروّح. وأنا ساعة ما شُفت المنظر ده، رُحت مسكت الواد اللي بيعيّط قُلت له: "ما تخافش، ما حدش هيقدر يكلمك." والواد يعيّط ويقول لي: أبويا هيضربني." وأنا أقول له: "ما حدش هيقدر يكلمك، ما حدش هيقدر يكلمك." وباتنّح أوي في الفكرة. أنا ما تفهمش الجرأة اللي جات لي دي وقتها ليه، أنا كان ممكن آخُد منّه العلبتين وأمشّيه وسهلة يعني. لكن أنا لأ، ما عملتش كده. أنا قررت إن أنا أروح معاه البيت وأقول لأبوه: "أنت مخوّفه كده ليه؟" واضح إن دول كانوا كلمتين في بُقّي نِفْسي أقولهم لأبويا بس ما عرفتش، فاستنّيت ضحية أطلّع فيها الطاقة دي، جايز. المهم رُحت لأبوه، هو قاعد في جراج كده من ضمن الشاليهات اللي موجودة. في جراشات تحت بتبقى للعربيات بس مش غالبًا يعني ما بتبقاش للعربيات. ممكن أي حد ينام فيها، ممكن تفتح فيها محل، ممكن تعمل اللي أنت عايزه يعني. فهو الراجل ده قاعد في جراج، هو ومراته وعياله. المهم رُحت خبّطت على الباب، خرج لي، بَص لي كده وبَص للعيال، قال لي: "في إيه؟" قُلت له: "يا عم ما فيش حاجة، الواد هيموت من الرعب حرام عليك، عشان ما باعش علبتين مناديل، ليه مسبب له الرعب ده كله؟ تعمل فيه ليه كده؟" وباعاتبه، باخاطب الإنسان اللي فيه، والراجل فجأة لقيته قام جاري على الواد في بطنه ضرب، 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 ومسح بكرامته الأرض. أحاول أحوشه يزقني، أزقه يزقني، وهكذا بقى، وضرب في الواد ما بيبطّلش، هو مش مركّز معايا أصلًا. وقام آخد الواد وداخل جوّه، وقام قافل الباب، وفجأة ساد الصمت ولقيت نفسي لوحدي في الشارع. فضل الموقف ده مأثّر فيّا شوية حلوين على فكرة، لإن وقتها أنا حسّيت إن أنا شايل ذنب الواد ده، أنا اللي طمّنته هناك وأنا اللي قعدت أقول له: "ما حدش هيضربك ولا حد هيكلمك." والواد اتطمّن وجه معايا وغدرت بيه. ما علينا كفاية صعبانيات. لا، لا استنى، ده في صعبانية كمان. وأنا باتمشى في الشوارع تاني يوم قابلت أحمد الريدي. لو بتتفرج عليا وحشتني والله، ما شفناش بعض من سنين السنين، تقريبا من بعد الموقف ده. احمد كان يعتبر من جيراننا الاساسيين يعني. فلما قابلته في عشم طبعا بينا، قال لي: "انت بتعمل ايه اليومين دول؟" قلت له: "ما بعملش حاجه والله يا احمد وبدور على شغل." قام قايل لي: "طب ايه رايك تيجي تقف على باترينة موبايلات على البحر." باترينة الموبايلات دي انت كان اصحاب الكافيتريات اللي على البحر يسمحوا لك ان انت تأجر بارتيشن كده، مكتب صغير، يا دوب بس تحط عليه موبايلين وفي درج وخلاص، الحتة دي تأجرها منهم. ديت المحمول بقى بجنيه ونص ولا بجنيه ولا ب75 ايا كان بقى. لما تروح على البحر زاير غير لما تكون بتشتغل. لما تكون بتشتغل انت بتشوف انماط مختلفة من البشر، وكل واحد معاه حدوتة وحكاية، وكل حكاية اغرب من التانية.
حكاويه كتيرة وورا بعض، بس أنا هاحكي لك حكاية من اللي كانوا علامات، وخد بالك من قصة الولدين دي لسه ما بقالهاش أسبوع فات. جيت بنت لو سمحت دقيقة، اديتها الموبايل، اتصلت، راحت قدام شوية كده وقعدت تتكلم وقامت جايبه لي الموبايل وجاية قالت لي لو سمحت هطلب منك طلب. قلت لها خير. قالت لي لو حد اتصل على الموبايل ده قول له ان ده في القاهرة، او ابعته في اي حتة خالص، ما تقولوش راس البر. قلت لها في حاجة؟ قالت لي عشان خاطري بس بالله عليك. قلت لها خلاص ماشي. البنت لما تشوفها بنت عادية خالص شبه البنات اللي هم بيجروا على الوظائف والمكتبات والحاجات دي، ويبدو عليها البؤس ووشها مليان كآبة، بس ما زال لبسها مرتب، قالت لي الكلمتين دول وسابتني وراحت قعدت على استراحة كده قدامي انا شايفها كده. الموبايل فعلا رن ولقيت واحد بيزعق لي، قلت له في إيه يا عم مالك؟ انت فين انت فين؟ قلت له انت مالك انت انا فين؟ لحد ما استفزني فقلت له في القاهرة، وانا اصلا كنت هقول له في القاهرة على فكرة، كنت هبعته طبعا طبعا. قفلت المكالمة وندهت لها، قلت لها الراجل اتصل وفي واحد قاعد يزعق وكده، وقالت لي قلت له ايه؟ قلت لها ما فيش، ده كان عمال يكلمني. قالت لي بالله عليك قلت له ايه؟ قلت له ايه؟ وباين عليها كده ايه الخضة. قلت لها قلت له ان هو في القاهرة. قول والله والله يا ست قلت له ان في القاهرة. في ايه مالك؟ مالك؟ تعالي اقعدي يا بنتي كده احكي كده بالله عليكي في ايه مالك؟ قعدت. وقصتها ايه بقى يا ريس؟ قصتها ان جوز امها راجل حشاش من اللي هو في فانيلا حمالات داير في الشوارع ده ليل ونهار، وعايز يجوزها لواحد قريبه، وهي البت مش عايزة. لو حصلت ان هي تموت نفسها هتعمل كده. وطبعا ضربوها ومسحوا بكرامتها الارض وعملوا معاها كل الغلط فهربت. هربتي؟ اهلا وسهلا، محسوبك هربان برضه، يا اهلا وسهلا اتفضلي. المشكلة ان فجأة لقيت نفسي مسؤول عن البنت دي، قاعدة جنب على الكرسي ومفيش اي حتة تروحها ويأس من الحياة 100%. طب ايه؟ 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 وانا بفكر كده افتكرت، قلت اكلم امي. كلمت امي وشرحت لها كل حاجه، قلت لها الحكايه كذا 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 كذا، خدي البت دي نيميها عندك لحد ما نشوف هنعمل ايه. انا اللي جرأني وخلاني اطلب الطلب ده من امي ان ابويا عمل الحركه دي قبل كده زمان وانا صغير. مره جاب لنا عيل صغير كده، ما اعرفش كان تايه ولا كان ايه، فضل بايت معانا يجي 3 ايام لحد ما راح لاهله. والشهاده لله برضو ابويا يعني كان لا بيتعاطف مع مع المواقف الانسانيه، سيبك من اللي كان بيعمله معايا، انما هو كان بيتعاطف. لا كان الشهاده لله بيتعاطف جدا كمان. وراحت البنت فعلا وقعدت، وديتها البيت وتمام وحياتها اتظبطت كلها، وبقت مثلا تخرج تجيلي على البحر تقعد معايا شويه كده ومش عارف ايه وتضحك وتفك وبعد كده ايه تروح. انما انا لسه قاعد بقى، وانا قاعد هنا ببات بره. حتى سالتني انت ما بتباتش في البيت ليه؟ قلت لها دي قصه طويله بحكي لك عليها بعدين، ما لحقتش احكيها لها. جايه لي في يوم انا شايفها كده وهي جايه، وفجاه لقيت الناس اللي كانوا قاعدين جنبي، انا واقف على الباترينا كده وفي الكراسي بتاع الكافيتيريا مرصوصه كده في قاعد عليها ناس، الناس دي انا ما كنتش اعرفها، واقف انا عادي. فجاه لقيت الناس دي قاموا قايمين هاجمين عليها ضرب 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 وبيشيلوها من مكانها. جريت انا طبعا عليهم احاول احوش واخلص واتضرب واضرب واتضرب واضرب لحد ما شالوها في عربيه ومشيوا. خد بالك، ده تاني موقف اتعرض له في خلال اسبوع. تمام. حد احتمى فيا وانا معرفتش احميه. بس يا سيدي، وعدت فترة الدراما دي وهيبتدي بقى ايه يظهر جانب مشرق. الجانب المشرق بيأتي اولا من ايه؟ من الحب، اسم الله عليك. لازم تظهر في حياتك واحدة تشقلب لك كيان ايامك وتقعد بقى ايه خلاص بقى هتفضل تبكي على الاطلال. واول ظهور بذرة الحب كانت ألم على وشك. انا في يوم من الايام على البحر برضه لقيت واحد جاي ومعاه واحدة، فقرب قرب 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 اكتشفت ان هو ايه؟ سمير. مين سمير ده؟ سمير ده كان واحد شغال قهوجي جنب المحل التيك اواي اللي انا كنت شغال فيه، وكان بقى بيجيب لي شاي ونقعد نرازف بعض ويشكي لي همه واطلع عين امه وهكذا. ما شفتوش بقى الفترة اللي انا في غبت فيها من محل التيك اواي لحد ما اشتغلت على البحر في فترة. لقيته جه هو واحدة، وبعدين بيسلم عليا بحرارة كده، وانت اخبارك ايه ومش عارف ايه، وقام قايل لي اخت علا. ف فبصيت لعلا كده بسلم عليها، قامت ايه باللبانة كده، وقامت قايله لي ازيك. الرياكشن غريب. طب عيب يا علا راعي شعور سمير طيب. لا ما عملتش كده، مدت ايديها تسلم عليا، سلمت، فضلت ماسكه ايدي كده ما بتسيبهاش. وسمير واقف. قلت له دي اختك بجد؟ قال لي اه والله.
قامت قايله لي: "ليه وحشة والّا إيه؟" قُلت لها: "لا، لا والله مش قصدي وكده." فسمير قام قايل لي إيه: "أُمّال لو شُفتها بقى لمّا تتمكيج وتبقى قاعدة على الطرحة." والله العظيم زي ما باحكي لكم كده بالضبط. "طب يا سمير عايز أشوفها بقى ورّيهاني بقى لو سمحت لمّا تقلع الطرحة عاملة إزاي." قالت لي: "طب أنا هاجي لك بالليل وأشوف هتعرفني والّا لأ." فضلت واقف على البحر شغّال كالعادة، وبعدين لقيت الواد اللي واقف على الشماسي والحاجات دي بيقول لي: "في واحدة بتسأل عليك هناك على المدّاد." رُحت على المدّاد، أنا شكّيت إن هي، فأبُص عليها كده لقيتها عاملة شعرها كاريه ولابسة التوب البينك ده، كان في ترند وقتها كده أيام زمان، في جيبة جينز كده وتوب بينك بيبقى كده وفي حزام أبيض اتعمل، فاكرين أنتم الستايل ده؟ وعاملة شعرها كاريه وقاعدة على المدّاد. قامت قايلة لي: "ها عرفتني؟" قُلت لها: "لأ أنا كنت شاكك يعني وتمام." وفضلنا نتكلم وما علينا من نوعية الكلام عشان أنا عارف إن أنت هتموت وتعرف إحنا قُلنا إيه، بس أنا وقتها كنت مستغرب من الجرأة. المهم فضلنا أنا وعلا دي مسحولين أيام وليالي، وبقت تجيب أختها. أختها مشكلتها إن هي يعني أنثى زيادة عن اللزوم، زيادة عن اللزوم، فلمّا تشوفها ماشية في الشارع لازم تعمل مشكلة، لازم تعمل مشكلة. فما كنتش أحب أقابل أختها دي أبدًا، أبدًا. أنا أستنى علا لمّا تيجي لي وأروح أقعد معاها هناك وخلاص خلصنا كده، إنما أختها مثلًا تقول لي إيه: "تعالَ معايا هنروح نجيب كذا والّا كذا." استحالة، استحالة. هاعمل مشاكل الدنيا، لأ روحي لوحدِك. طب فين سمير؟ والله سمير لا حِس ولا خبر ولا أعرف أي حاجة. المهم علا جات في يوم وقامت قايلة لي إيه: "عايزة أعرّفك على ماما." وأنت طبعًا عارف الجملة دي معناها إيه. بس أنا قشطة ما كنتش في بالي، ماشي عرّفيني على ماما، يا سلام! جيت ماما أهلًا وسهلًا، إزيِك، مش عارف إيه، جيت بقى إيه، لازم برضه تشوف الكاركتر، لابسة عباية سودا وحواجبها رفيّعة جدًا، 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 تمام، و8 كده مقلوبة، وقعدنا نفس القعدة على الكرسي المداد على البحر بالليل، ولقيتها بتقول لي: "أنت بتشتغل هنا؟" قُلت لها: "آه." قالت لي: "آه." وقامت عاملة كده، وقامت مطلّعة إيه، حتّة حشيش. وقامت قايلة لي: "طب شوف لنا بقى شيشة عشان نشرب." فقُلت لها: "لأ هنا ما ينفعش خالص، الكلام ده هنا ممنوع." وقعدنا، وفضلت الأيام تجيب أيام، وأنا وهي زي ما إحنا، ودخل علينا رمضان، وجه آخر أيام رمضان خلاص بقى الوقفة بعد بُكرة. وقامت قايلة لي إيه أمها، قالت لي: "إيه رأيك لو ما تيجي تخلّص شغل كده بالليل وابقى تعالَ اقعد معانا يوم الوقفة، هنبقى قاعدين قعدة حلوة كده والدنيا تمام يعني، تعالَ اسهر معانا." وفعلًا جه يوم الوقفة رُحت أنا زي الناس الشاطرين ورُحت جِبت حلويات ورُحت لهم. كانوا هم مأجرين مكان غير بيتهم، وعارف العنوان والدنيا تمام. المهم رُحت على الشارع كده فلقيتها واقفة في الشباك تعالَ اطلع. المهم طلعت لقيت أختها بتفتح الباب بالراحة خالص كده وبتقول لي: "تعالَ ادخل." بابُص كده من على الباب الدنيا ضلمة وعلا قاعدة جوّه، قامت مشاورة لي كده، دخلت لقيت راجل قاعد بفانيلا حمالات كده عمّال يلِف، ده أول استفتاح. شوف باقول لك ده أول علاقة في حياتي، أول علاقة طويلة. أنت كان زمان بنت الجيران مثلًا بتُعجب بيها قُل كلمتين مش عارف إيه، كان في بنت الجيران على فكرة حاولت أنكُشها كده شوية وبعدين كلّمنا بعض لمّا كبرنا، هابقى أحكي لك عليها برضه القصة دي. إنّما القصة دي إيه، تقدر تقول أول بقى إيه، أول بقى خروجات وأول مروح ومجي المهم دخلت الأوضة اللي في وشّي على طول اللي قاعدة فيها عُلا، فقُلت لها: "في إيه، هو أنتم صامتين كده ليه؟ مش أجواء حفلات دي خالص." "أمِّك فين يا بنتي؟" قالت لي: "جاية أهي." ماشي، فضلنا قاعدين صمت رهيب، ما فيش كلمة بتتقال والكلام بيتقال بهمس، شوية ولقيت باب الأوضة اللي جنبنا بيتفتح وفي واحد خارج منها بيضبط هدومه كده وأمها خارجة وراها وبتقول له: "أعرّفك بقى، ده بقى دان خطيب علا إن شاء الله." فالراجل قام مطبطب عليّا كده "أنا عايزك تخلّي بالك من علا ها، تحطها في عينيك، دي زي بنتي بالضبط." قُلت له: نزّل إيدك كده أنتم هتعملوا عليّا حفلة والّا إيه؟ نزّل إيدك كده يا حبيبي الله يكرمك، أنا وأنت عارفين جايين هنا ليه ها؟ وعلا انهارت، "منِّك لله، أنتِ اللي عملتِ فيّا كده، أنتِ اللي سويتِ فيّا." مستني منّي أنا أعمل إيه بقى؟ فتحت الباب ومشيت طبعًا، بس خلاص وخلصت القصة دي، واخد بالك؟ أقلام على طول على وشّك بتقابلها. ما سألتش السؤال المهم، أنا بانام فين؟ هاقول لك يا سيدي الناس بانام فين، لو أنت رُحت راس البر على اللسان خالص كده بتلاقي صخور، صح؟ مكان التقاء النيل مع البحر، في المقدمة دي في صخور، الصخور دي متكومة فوق بعض بشكل عشوائي، ففي تجويف ما بينهم. أنا لمحت مكان استراتيجي جدًا في الصخور دي،
مكان شبه مربع كده، تحس إن هي أوضة بس سقفها واطي، تساع فرشة بالكامل وتنام فيها براحتك بالكامل، والأجواء صيف فما فيش الموج، فالدنيا تمام. وفعلًا هيّأت بطانية وهيّأت شوية حاجات، وكان عندي لمبة جاز كده جبتها برضه عشان إيه، أبقى أولّع بالليل في الحتة دي على أساس إن أنا نايم كده وممدد وشايف البحر قدّامي. أنا كنت في location والله العظيم كانوا يحسدون عليه ألف حد. المهم وأنا شغال ظهرت بنت أنا مش حابب أجيب اسمها لإنه والله أنا شايل لها كل خير. البنت دي كانت أغرب من الخيال، أغرب من الخيال. عارف أنت الحب الانتحاري؟ هي كانت كده، هي كانت تقدر توصل لي في أي مكان أنا فيه، حتى لو ما قُلتش لحد خالص إن أنا رايح المكان ده توصل لي برضه، توصل لي إزاي؟ أنا ما أعرفش لحد النهارده، بجد والله ما أعرفش. فضلت علاقتنا مستمرة ييجي 4 سنين، بس أنا للأسف يعني إيه، العمايل اللي كانت بتعملها كانت ما كانتش بتقرّبني منها، هي كانت بتبعدني. دي لمّا كنت أمشي معاها في الشارع عادي وباكلمها في موضوع كده وماشي لقدّام، آجي أبُص جنبي ما الاقيهاش. أبُص ألاقيها ماسكة في 3 عيال والّا حاجة، خانقاهم من رقبتهم وعمّالة تخبّط فيهم، إيه، عكسوها، وأنا ما خدتش بالي والله أنا ماشي مش آخد بالي خالص. طب وأنا هاحب واحدة أرجل منّي؟ دي لمّا كانت تعرف إن أنا تعبان الساعة 02:00 تركب من محافظتها وتيجي لي. أمها ما كانتش قادرة تسيطر عليها، يعني قالت لي كذا مرّة: "أنت هتجنن لي البت." بس كان الموقف الفيصل بقى النهائي مرّة جات لي في العيد الكبير. والعيد الكبير في راس البر زحمة بطريقة مش معقولة. المهم خلصنا اليوم وهتروح بقى، فرايح الموقف عشان اركبها ما لقيتش عربيات. العربيات اللي بتروح المحافظة بتاعتها مش موجودة، وأمة لا إله إلا الله واقفين هيروحوا نفس المحافظة، وأنا قاعد بفكر بقى معيش فلوس أركبها تاكسي أصلا. ربك كريم قامت جاية عربية مرة واحدة كده إيه، وقام جاي السواق عارف انت الدخله بتاعته دي، ومش هحمل يا جماعه مش هحمل، وبيقفل ايه الباب. هو السواقين في الغالب بتعمل الحركه دي علشان الناس تهدى وتفك وبعد كده ايه تركب بالراحه. اللي بيبقى مش هيحمّل ده فعلًا بيقوم مسكّر العربية وماشي، ما بيردّش عليك أصلًا، اسألني أنا. المهم السواق فضل واقف عند الباب كده: "مش هاحمّل يا جماعة." ويزُق في الناس: "طب بالراحة، طب إيه." بابُص جنبي كده قُلت لها: "طب بُصّي ما لقيتهاش." أدوّر عليها مش لاقيها. هي فين بقى؟ نطّت من على الكاوتش بتاع العربية الميكروباص من الإزاز اللي ورا ودخلت بقت جوّه. طب دي عملتها إزاي؟ بجد. لا، لا، لأ، ده أنت وصلت لمرحلة خطيرة، ده أنا باحب جاكي شان، لا صباحِك فُل. قُلت لها: "أودّعِك." البحر بالنسبة لي بجد والله وما تتريقش كان تأمُّل، اللي هو في إيه بقى، إيه اللي بيحصل هنا ده بقى؟ كنت باتبسط وبازيط في الزيطة وكل الكلام ده، إنّما كنت مركّز في حتّة تانية. إيه، هو في إيه؟ الناس دي مشاكلها إيه؟ إيه ده؟ خلص الصيف على البحر ورجع الشتا من أول وجديد، وأنا الشتا بقيت باتعقّد منّه جدًا. بهدلة وقرف وهتروح فين وهتيجي منين. ومع أول ظهور البرد يا ريس ما فيش حل، هاروح البيت بقى. وأنا رايح البيت أنا عمّال أفكّر بقى في إيه، هاواجه أبويا إزاي. أنا دلوقتي بقى لي رحلة داخلة في سنتين وفَكّة، عمّال باتمطوح في الدنيا وما عملتش أي حاجة خالص، هاروح أقول له إيه؟ المهم رُحت. لمّا رُحت اكتشفت حاجة فيّا، إن أنا ما بقيتش عارف أتواصل معاهم زي الأول. أنا حياتي اتقلبت نُصّين، دلوقتي أنا مطالب أرجع لحضن العائلة تاني وده أعمل زي اللي كنت باعمله زمان، وفي عالم تاني برّه لا يعلم عنّه أي حد خالص، أنا باشوفه وباتعرّض له كل يوم. هم ساعتين يا مؤمن والله، ولقيت أبويا داخل عليّا بيقول لي: "أنت إيه اللي جابك؟ أنت ما نفعتش في مساحي العربيات كمان؟" "والله يا حاج أنا ما ناقص كلام وحياة ربنا، أنا ماشي." وقمت سايبه وماشي. من اللحظة دي قُل خدت لي 3 شهور أنا كل يوم بانام في مكان مختلف عن التاني نهائي، ممكن مكان أقعد فيه يومين، لكن ما اقعدش فيه 3. مين بقى دول؟ الناس اللي اتعرّفت عليهم بقى في راس البر، ما بين البياعين وما بين اللي كانوا شغالين، اللي عنده حتّة بينيّمني فيها، ما عندوش حتّة باتصرّف. فضلت كده يعني شوية حلوين، لحد ما عدّت الأيام ولقيت نفسي فجأة بانام في قهوة بعد ما بتقفل بالليل. خدت لي شوية أيام كده فيها في القهوة دي، وبعدين صاحبها قام قايل لي: "ما تيجي تقف معايا بدل ما تنام ما أنت ما بتعملش حاجة، اشتغل يا عم معايا الصبح." والله فكرة ليه لأ صح. خلّي بالك أنا مخي كان وقف فترة. الفترة اللي واقف فيها دي أنت ما بقيتش عارف أنت هتعمل إيه. الفترة دي على فكرة في ناس كتيرة بتمُر بيها في السن ده. الفترة اللي أنت ما بتبقاش عارف هتعمل إيه، هو أنا مستقبلي حلو والّا أنا هنا والّا أنا إزاي والّا أنا إيه، لدرجة إن أنت خلاص مخّك بيتشل، ما عادش بيعرف يفكّر، ما عادش يبقى عنده طموح. نِفْسي أبقى بني آدم كويس، إزاي؟ أنا مش عارف. هل حالي هيتصلح والّا لأ؟ أنا مش عارف. وفضلت تايه أسأل نَفْسي أنا مين، أنا مين، أنا مين، أنا مين؟ أشوفك يوم الخميس هاكمّل لك.